حياكم الله. اللهم آمين. نعم سماحة الشيخ، نعود لموضوعنا. الغلو عند الوهابية أو في عقائد الوهابية كما تابعنا وأشرتم في الحلقة الماضية طبعا من مصادرهم، هذا الكلام كله من مصادرهم، كيف أن النبي يدعو لعمل الشيطان ويبارك له، الشيطان يخاف من عمر لا يخشى النبي، هذا قول النبي طبعا. عمر عنده غيرة كبيرة على نساء النبي أكثر من النبي. الرسول عندهم لا يغض البصر، عديم الأخلاق، ينظر للنساء يفتتن بهن. النبي عندهم مبتلى بالشهوات، بل متعلق بالشهوات، وأمور غريبة وعجيبة تضرب الوصف القرآني عرض الحائط. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. اللهم احينا على ما أحييت عليه محمد وآل محمد، وأمتنا على ما أمت عليه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أحبتي الكرام، لازلنا في هذه السلسلة البحثية التي أطلقنا عليها الغلو في دين الوهابية، وكما استعرضنا على مستوى الحلقات السابقة بعض النماذج البسيطة جدا من اعتقادات الوهابية في دائرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن اعتقادات الوهابية في دائرة عمر بن الخطاب. وتبين بشكل واضح جدا بأن هؤلاء يعتقدون بأن عمر بن الخطاب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله بمراتب. ولذلك كما تفضل جناب الأخ العزيز بما ذكره، رأينا كيف أن عمر كان يخاف منه الشيطان في حين أنه لا يخاف من رسول الله صلى الله عليه وآله. ورأينا كيف أن عمر كان يحاول أن يستر على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وأن يحجبهن، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يقبل بهذا الفعل. فكان عمر يقول لرسول الله: احجب نساءك أو احجب نساءك أو حجب نساءك، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقبل أن يحجب النساء. رأينا كيف أن عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: أن يا رسول الله إن أزواجك يراهن البر والفاجر جيد فاستر عليهن، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ لا يستر عليهن، إلى كثير من ما كنا قد استعرضناه وسوف نستعرضه، والذي سوف يتبين مقدار عمر بن الخطاب عندهم ومقدار رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتبين بأنه حقيقة هؤلاء على مستوى الاعتقاد الداخلي يعتقدون بنبوة عمر لا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه هي الاعتقادات التي صرحت بها الروايات الصحيحة عندهم. من باب النموذج أيضا نقف عليه، هو ليس بتصريح مباشر يعني سماحة الشيخ أم ماذا؟ كيف؟ يعني أنه بشكل مباشر الروايات عندهم تصرح بأن النبوة في عمر؟ نعم. نعم. ليس من باب التلميح؟ لا ليس تلميحا. يعني انظر، فلنأخذ نموذج حتى تكون القضية واضحة جدا. نعم. بمعنى آخر بأنه عمر كان نبيا إذا صح التعبير عمليا، وليس نبيا نظريا، وعلى مستوى المساحة النظرية هو أولى بالنبوة من النبي صلى الله عليه وآله. في صحيح سنن الترمذي أحبتي كما أيضا يظهر أمامكم للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى 279 بتأليف محمد ناصر الدين الألباني، والكلام هنا في الصحيح لا في السنن. يعني نتكلم على مستوى ما أخرجه الألباني في الصحيح المجلد الثالث مكتبة المعارف الرياض. وأحبتي تعالوا إلى صفحة 510، والحديث حديث صحيح جيد. قال صحيحة، هذه الحديث حديث صحيح. حدثنا سلمة ابن شيب حدثنا المقرئ عن حي ابن شريح عن بكر ابن عمرو، إلى أن قال في المقام عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وآله: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صريحا صريح. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هؤلاء يعتقدون أن عمر على مستوى المقدمات هو نبي، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وآله موجود فماذا؟ فعمر ليس بنبي. لاحظوا يعني ماذا؟ يعني إذا صح التعبير هؤلاء يعتقدون
بأنه إمكانيات النبوة موجودة عند من؟ عمر. عند عمر. ولكن لأن رسول الله موجود فلا يمكن أن تعطى النبوة لمن؟ لعمر. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله عفوا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، إذا صح التعبير، باعتبار أنه خاتم النبيين كما ذكر القرآن الكريم، حينئذ يترتب الأثر بأنه نحتاج نبي بعد النبي أو لا نحتاج؟ لا نحتاج عفوا. الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم، لو لم يكن الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين لكان عمر خاتم الأنبياء والمرسلين. لاحظوا، وهذا الذي يعتقده هؤلاء يعتقدون بأنه الإمكانيات الكاملة التامة المطبقة موجودة في دائرة عمر بن الخطاب، وأنه لو كان هناك نبي بعد رسول الله بحسب المقدمات من يكون؟ عمر بن الخطاب. جيد، انظروا إلى الرواية مرة أخرى أحبتي. قال لو كان بعدي نبي، يعني بمعنى مستحقا للنبوة، قادرا على النبوة، قادرا على أن يستلم الوحي من قبل الله، لكان عمر بن الخطاب. جيد، حديثه حسن، والحديث صحيحة لا الحسن حسن، الصحيحة 327 في الباب. حديث صحيح هذا. جيد، فالنتيجة ما هي أحبتي؟ أن هؤلاء يعتقدون بأن عمر على مستوى مساحة الواقع هو نبي لولا المانع، لولا أن منع منه المانع. ما هو المانع؟ وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا هو نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كشف عن نبوته مرات عديدة، هذه واحدة منها. يقولون هذه واحدة من أن النبي كشف عن أن عمر نبي مرات عديدة. لاحظ. نعم، الإشكالية أين تكمن؟ أن هناك مانع من ظهور عمر على أنه نبي، ولكن واقعا هو نبي. لاحظوا، لولا وجود المانع، لولا وجود المانع. يعني هذا من قبيل، على سبيل المثال، أنك لو جئت بشيء أبيض نفيس، لاحظ، شيء أبيض نفيس غال، ووضعته في لبن، يتضح أو لا يتضح؟ لا يتضح، لأنه أبيض كاللبن. أحسنتم. لاحظوا، فيكون اللبن مانعا عن بيان ماذا؟ نفاسة ذلك الموجود في اللبن. وهذا مثل هذا. فعمر نبي لولا المانع، لولا وجود المانع. ما هو المانع؟ نبوة النبي صلى الله عليه وآله. جيد، ولأن النبي كان قد تقدم على عمر، فعمر ماذا به؟ لم يظهر بالنبوة، لم يظهر، لا باعتبار أنه ليس بنبي، لا، هو نبي، ولكن ماذا؟ لم يظهر بالنبوة. جيد، ولذلك ماذا؟ كان الله تبارك وتعالى دائما يوافق نبيه عمر بن الخطاب، لا يوافق نبيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. جيد، وهذا الذي يعتقدونه. يعني أنت عندما تأتي إلى الموافقات، ما تسمى بالموافقات، بأن الله سبحانه وتعالى وافق عمر أين؟ في قضية الحجاب، ولم يوافق رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، وافق عمر أيضا في قضية طلاق النساء التي سوف تأتي، ولم يوافق رسول الله صلى الله عليه وآله. في أنه وافق عمر في قضية الأسارة، ولم يوافق رسول الله صلى الله عليه وآله. وافق عمر في قضية خيبر، ولم يوافق رسول الله صلى الله عليه وآله. وافق عمر في قضية في قضية ثقيف، ولم يوافق رسول الله. موافقات عمر أكثر من موافقات رسول الله. كذلك في مصلى إبراهيم كثير. أقول كثير، إذا أردنا أن نعد كثير جدا هي الموافقات التي ماذا؟ وافقت عمر. لماذا أحبتي؟ لأن هؤلاء يعتقدون بأن عمر نبي، حقيقة هو نبي، وحقيقة هو محدث. وسوف يأتي عن ابن تيمية أن عمر يستلم من الله من دون رسول الله، من دون واسط. عجيب. نعم، عمر كان إذا صح التعبير يحدث، أو يعني يوحى إليه من دون رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه محدث أو محدث.
لذلك سوف تأتي الرواية بعد قليل بأنه لو كان في أمتي محدث لكان عمر. محدث يعني ماذا؟ يعني أن الملائكة تحدثه. لاحظ أن الملائكة تحدث عمر بن الخطاب. تحتاج أن تمر على رسول الله؟ لا تحتاج. جيد. ولذلك تجد بأنه عمر ماذا به؟ كان محدثا من قبل الله عز وجل بواسطة الملائكة. جيد. ثم يأتي فيقولون بأنه الشيعة أصحاب غلو. هذا ماذا تقولون فيه؟ هذا قمة الغلو. هذا ماذا تقولون فيه؟ بل الأكثر من ذلك أنه قضية النبوة لا تقف على عمر، بل حتى ابن تيمية نبي. تعدينا الآن عمر بن الخطاب. جيد. أيضا لو كان نبي في هذا الزمان لكان ابن تيمية، وهذا يصرحون به. هذا أيضا أين يصرحون به؟ تقول شيخنا أين؟ دققوا في هذا الكتاب المسمى الإمام ابن باز، كما أيضا يظهر أمام المتابع العزيز، دروس ومواقف وعبر، الذي جمعه أيضا جملة من الأساتذة عندهم. وتعالوا إلى صفحة 29، هنا حديث مهم جدا نقف عليه. يقول في سرعة استحضاره للأدلة أي ابن باز، دقق، يقول: نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها. ما هو المقولة؟ لو لم نخبر بختام النبوة لمن؟ لرسول الله، لقلنا أن ابن تيمية نبي. يا الله، هذا أمامكم، نحن لا نكذب عليكم. وهذا الذي يقولونه، يقولون لو لم نخبر أن رسول الله خاتم الأنبياء لكان عمر نبيا. عمر نبي. ولكنه أحبتي ماذا؟ منع المانع عن ظهوره. لاحظ، منع المانع عن ظهوره. جيد. أيضا ابن تيمية عندهم نبي، ولكن منع المانع من ظهوره. ما المانع من ظهور ابن تيمية؟ أنه رسول الله خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء. لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء لكان ماذا؟ لكان ابن تيمية نبي. لماذا؟ لأنه كل مقدمات النبوة موجودة عند من؟ عند ابن تيمية. لذلك أنتم عندما تسمعون بعض الوهابية يقول لك بأنه ابن تيمية مقامه مقام نبي، أحبتي هذا لا تكذبوه، هذا اعتقادهم. هذا الاعتقاد اعتقاد هؤلاء يعتقدون أن عمر بن الخطاب نبي بالفعل، كما أن ابن تيمية نبي بالفعل. وبالتالي من هنا يناقش أو لا يناقش؟ لا يناقش. لذلك تجد أنهم ماذا؟ لا يناقشون عمر بن الخطاب، ولا يناقشون من؟ ابن تيمية. ابن تيمية لا يناقش في الاعتقادات، لا يناقش ابن تيمية. أتحدى أن أحدهم يناقش ابن تيمية في الاعتقادات. جيد. كما أتحدى أن أحدهم يناقش من؟ عمر بن الخطاب في الاعتقادات. عمر بن الخطاب لا يناقش لا في صغيرة ولا كثير. انظر ماذا يقول. يقول: نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها: لو لم نخبر بختام النبوة لقلنا أن ابن تيمية ماذا به؟ نبي. لو تصغر الصفحة قليلا. نعم عفوا. جيد. يقول: فعرضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في إنكارها. يعني تفاجأ بها. نعم. أي كلام هذا؟ نعم. يقول: وعرضتها بنفسي على سماحتي، يعني سماحة ابن باز. هذه العبارة عرضتها على ابن باز، أنه ماذا تقول في هذه القضية التي مفادها بأنه لو لم نخبر بخاتمية النبوة للنبي صلى الله عليه وآله لكان ابن تيمية نبي. مو لكان، هو نبي ولكنه لم يظهر. ماذا تقول؟ انظر. يقول، لاحظ، فتبسم ضاحكا ابن باز وقال: ما معناه؟ نعم، ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة في ذلك يعني موافق على هذا. جيد. هو نبي لولا خاتمية النبوة. ولذلك أصل، ما هو الأصل؟ قال: ثم ذكر الحديث الذي قرأناه قبل قليل: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. جيد. يعني كما أن عمر بن الخطاب نبي، ابن تيمية ماذا به؟ نبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد. بالتالي هؤلاء يؤمنون بنبوة عمر بن الخطاب،
ويؤمنون بنبوة من؟ ابن تيمية. ما المشكلة في ذلك؟ سمحت الشيخ، قلنا جيد. بنبوة عمر حسب الموافقات، هذه هي الدلالة نعم. على نبوة، ولكن على نبوة ابن تيمية ما هي الدلالات يعني المؤشرات؟ 1000 موافقة بالقياس ماذا؟ إلى عمر. الله أكبر. نعم، أصلا هو الذي أصلح الدين وعدل الدين واستقام الدين على يديه و جيد. ولذلك خرجت لنا ماذا؟ الوهابية التكفيرية. هو الوهابية التكفيرية من أين خرجت لنا؟ من جعبة من؟ ابن تيمية. ابن تيمية. من تعاليمه. لاحظ هذه الجعبة البائسة التي أخرجت لنا ابن تيمية وتعاليم ابن تيمية، ثم عبد الوهاب وتعاليم ابن عبد الوهاب، وهذا الجو التكفيري الذي تعيشه الأمة الإسلامية. جيد. فلذلك أحبتي، أنت عندما تأتي إلى مقام هؤلاء تجد ماذا؟ تجد بأنهم يرفعون عمر بن الخطاب إلى أعلى عليين، يرفعون من؟ ابن تيمية إلى أعلى عليين. نعم، إذا جاءوا إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله، لا، مقام النبي مقام الجنون ومقام الخبل. دققوا، هذا تقول أين شيخنا، هذا كلام خطير، أنه النبي صلى الله عليه وآله يتصف بمثل هذه الصفات، بأن يكون مجنونا وصاحب خبل. أقول أحبتي، هذا الذي يقوله لنا من؟ البخاري. فالبخاري يصف لنا رسول الله أنه مجنون، وأنه والعياذ بالله صاحب خبل. جيد. لاحظ في صحيح البخاري أيها الأحبة الكرام، كما أيضا يظهر أمام المتابع العزيز، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256، طبعة جديدة مضبوطة مصححة مفهرسة، دار ابن كثير دمشق بيروت. وتعالوا إلى 1730 نقف على الحديث. جيد. وهو حديث مهم وطويل، كتاب التعبير صفحة 1729 كما يظهر في الأعلى. جيد. حدثنا والحديث صحيح، حديث في ماذا؟ في البخاري. نقرأ أولا السند. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب وحدثني، هذا سند ثان، عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق الصنعاني حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة، يعني عروة أخبر الزهري عن من؟ عن عائشة أنها قالت، ويبدأ الحديث هكذا كله إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى هذا المقدار أحبتي الذي يوضح عندهم، أستجير بالله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مجنونا، لا حول، وكان صاحب خبل. أعوذ بالله، وعذرا للمتابع العزيز، يعني أنه كان مخبول. طبعا 1000 مرة أكرر أننا لا نتحدث عن رسول الإسلام، رسول الإسلام خارج عن نطاق هذا الكلام، نحن نتحدث عن رسول الوهابية. لاحظ، والكلام في دائرة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، في أول نزول الوحي على رسول الله. تقول عائشة ثم لم ينشب ورقة أم توفي، ورقة الذي كان قد عرض عليه الإسلام، أو عفوا عرض عليه الوحي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن الوحي قد غاب عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فيما بلغنا حزنا غداة، فعفوا غدا منه مرارا أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال. كان رسول الله يذهب إلى الجبل يريد أن يرمي بنفسه من هناك حتى يموت. هذا الجنون والخبل والعياذ بالله. هو إنسان يريد أن يذهب إلى الجبل ويرمي بنفسه، عاقل أم مجنون؟ مجنون. جيد. الرسول عندهم هؤلاء أنه لما قد فتر عليه الوحي ولم ينزل عليه الوحي، ماذا حصل عنده؟ أنه ذهب إلى رؤوس الجبال كي ماذا؟ يرمي بنفسه ويموت. انظر. جيد. يقول فكلما أوفى إلى أين؟ إلى رأس الجبل، بذروة الجبل، لكي يلقي منه نفسه وينتحر، تبدى له جبرائيل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. يا الله. جيد. فإذا طالت عليه فترة الوحي أيضا غدا لمثل ذلك، رجع مرة أخرى. رجع مرة أخرى إلى أين؟ إلى رؤوس الجبال، حتى ماذا؟ حتى ينتحر. يقول فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبرائيل فقال له مثل ذلك، وهكذا.
هاي كل فترة رسول الله عندهم ماذا؟ يجن جنونه، جيد، ويأتيه الخبل، فأين يصعد؟ إلى رؤوس الجبال، حتى ماذا؟ حتى يرمي بنفسه ماذا؟ ويموت. بالله عليك هذا فعل إنسان عاقل؟ هذا فعل إنسان عاقل؟ هذا يشعرك بالخوف سماحة الشيخ؟ هكذا إنسان يعني تخاف منه. خوف. أقول بالنتيجة إذا كان رسول الله هكذا باقي المسلمين ماذا يفعل؟ يعني سؤال يطرح في المقام، هل أن رسول الله كان مطمئن إلى أنه رسول الله أو غير مطمئن؟ غير مطمئن. غير مطمئن. غير مطمئن. ما شاء الله. عمر بن الخطاب نبي ويوافقه الله تبارك وتعالى أيما موافقة، مو مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. هذا عمر بن الخطاب بعد لا بد أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ يوافقه مرات ومرات ومرات. ابن تيمية كما قرأنا لكم قبل قليل بأنه ماذا؟ انظروا، أنه لو كان بعدي نبي لكان ابن تيمية، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. جيد. رسول الله ماذا؟ رسول الله كان مجنون، فكان كلما يفتر عليه الوحي ولا يأتيه الوحي ماذا يفعل هذا الرسول؟ جيد، يذهب إلى رؤوس الجبال كي يلقي بنفسه. الآن أنت أقول بالنتيجة، أولا هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله، جيد، ماذا به؟ غير مطمئن إلى أنه رسول الله، غير واثق إلى أنه رسول الله. هذا أول. ثانيا عزيزي، جاءه جبرائيل وقال له والله وبالله وتالله أنت رسول الله. ماذا تريد بعد؟ لا يصدق. ماذا فعل؟ كرر راجعا، ثم بعد فترة بسيطة ماذا؟ رجع عزيزي، هو عندما جاءه جبرائيل في المقام وقال له أنت رسول الله، هنا إذا صح التعبير هو مصدق لجبرائيل أم مكذب؟ غير مصدق لجبرائيل. حسب هذا الكلام غير مصدق. هذا يعني بأنه رسول الله ماذا به؟ كان إذا صح التعبير يوهم بأنه جبرائيل أو ليس بجبرائيل، لأنه لو كان واثقا من أنه جبرائيل فعلا حينئذ ماذا؟ يذهب مرة أخرى للانتحار أم لا؟ لا يذهب. لا يذهب. ثالثا، أصلا فعل الانتحار بحد ذاته فعل عاقل؟ لا. إنسان عندما يذهب إلى الانتحار هذا بحد ذاته فعل عاقل؟ هو فعل غير عاقل أحبتي، هذا فعل مجنون غير عاقل، هذا فعل مجنون. جيد. إذا عندكم فاصل نذهب ثم نعود. وحان وقت الفاصل، أنا أنتظر جنابكم سماحة الشيخ. لا، لأنه عندنا تعليقات في المقام. تفضل. طيب لا بس لو تسمحوا لنا أحبتي الكرام، الآن حان وقت الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله مجددا أحبتي الكرام. نفتح أمامكم باب الاتصال عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. إذا أحبتي، كما تابعتم في القسم الأول من حلقة اليوم، هذه الترهات الغريبة والعجيبة حول نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. النبوة اجتمعت في عمر، فعمر عندهم هو الذي كان ينبغي أن يكون نبيا، ولكن لأن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله فلم تظهر في من؟ في عمر. بل أكثر من ذلك، بابن تيمية كذلك يعني كان ينبغي أن يكون نبيا، ولكن النبوة كذلك ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله فلم تظهر بابن تيمية. هذا حسب أفكارهم وحسب مصادرهم ورواياتهم. والأمر أحبتي الكرام الذي يندى له الجبين، والأصعب من ذلك يعني، وكيف يصدق هذا الكلام عاقل؟ النبي عندهم مجنون مصاب بالخبل والعياذ بالله. إذا انقطع عنه الوحي فترة من الزمن كان يصعد إلى أعالي الجبال ويحاول الانتحار والعياذ بالله. نحن في حياتنا العادية عندما نشاهد رجل بمثل هكذا أفعال يحاول الانتحار نخاف منه، فما بالكم أحبتي بمن؟ بالنبي الذي هو قدوة وأسوة حسنة لكل المسلمين والمؤمنين بل للبشرية جمعاء. أعوذ بالله من هذا الكلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أجدد تحية لضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله وبياكم، تقبل الله طاعتكم. حياكم الله. نعود لهذا الكلام، يعني النبي عندهم مصاب بالجنون والخبل، إذا انقطع عنه الوحي فترة من الزمن يصعد إلى رؤوس الجبال يحاول انتحار. يعني والله أنا أحاول أن أصدق أو أتخيل المشهد، كيف النبي يصعد إلى أعالي الجبال ويريد أن ينتحر. وهذا الواقع لا أستطيع يعني سماحة الشيخ. أقول هذا هو الواقع الذي إذا صح التعبير يعتقدونه، إذا صح التعبير على مستوى المساحة الارتكازية التي لديهم. يعني نحن إذا جئنا إلى المساحة الارتكازية أحبتي
كما قلنا قبل قليل عندهم عمر هو النبي الفعلي، أما الرسول فهو نبي ظلي. ولذلك إذا تأتي إلى شكل المقايسة كما نحاول في هذه الحلقات أن نبديها بين مقام عمر من جهة وبين مقام الرسول من جهة، لا إشكال أنه مقام الرسول ليس مقاما مستحقا للكرامة أو للقدسية أو للتعظيم أو للتبجيل. المقام الذي يستحق تعظيما وتبجيلا وتقديس هو مقام عمر بن الخطاب. لذلك أحبتي الآن تعالوا كما قلنا إلى ما كنا قد قرأنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وآله في الواقع يخبر عن نبوة عمر. لو كان بعدي نبي لكان عمر، بمعنى كما قلنا قبل قليل بأن عمر واقعا هو نبي، ولكن لوجود المانع لم يظهر نبوته. وكذلك ابن تيمية. أما النبي كما قلنا الرسول عندهم، وحاشا لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو رجل مجنون أستجير بالله مخبول، كما يحاولون أن يوصفوا لنا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاشا لرسول الإسلام من ذلك. ولذلك كما قلنا قرأنا قبل قليل في البخاري مرة أخرى، نقرأ الرواية للمتابع العزيز. تقول الرواية: ففتر الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وآله، فحزن النبي صلى الله عليه وآله فيما بلغنا حزنا فغدا منه مرارا يتردى من رؤوس شواهق الجبال، حاول أن ينتحر، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له من؟ جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال: يا محمد إنك رسول الله. رسول الله كان غير مصدق أنه رسول الله، فكان كل مرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى جبرائيل أن يأتي فيذكره أنك ماذا؟ رسول أنت رسول الله. هذا من قبيل المريض الذي كلما إذا صح التعبير يعني صعد عنده المرض يحتاج إلى مسكن، فيأخذ المسكن، فإذا انتهى المسكن ماذا؟ يحتاج مرة أخرى، وهكذا رسول الله ظاهرا كان كذلك. دقق. يقول: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبرائيل فقال: يا محمد أنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبرائيل فقال له نفس مقالته الأولى أنك رسول الله حقا. عجيب، واقع عجيب. ثم نأتي إذا صح التعبير أيضا ماذا؟ يعني نستشعر الحزن عندما يأتي المستشرقين ويقولون رسولكم كان مجنون، وهذا الذي يقوله البخاري. ما المشكلة أنه المستشرق يأتي ويقول أن رسولكم ماذا به؟ مجنون. طبيعي جدا. لماذا نشكل على هؤلاء؟ لماذا نشكل عليهم؟ هذا الذي يقوله البخاري، وهذا أيضا الذي يصرح فيه صحيح مسلم وعلماء المسلمين أن الرسول كان مجنون. لا حول ولا قوة. نعم، ليس فقط لا 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 لا، أصلا علماء المسلمين أصرح من هذا الكلام. تعالوا أحبتي في صحيح مسلم أيها الأحبة الكرام، كما أيضا يظهر للمتابع العزيز بشرح النووي، يعني كتاب المنهاج المعروف بشرح صحيح مسلم للنووي، شرح صحيح مسلم بشرح النووي الجزء 11 مؤسسة قرطبة. جيد. وتعالوا أحبتي إلى صفحة 31، هنا يبين لنا شكل الفرق بين مقام عمر بن الخطاب وبين مقام الرسول صلى الله عليه وآله. جيد. يقول في المقام في هذا السؤال المهم أنه لماذا أن عمر بن الخطاب تدخل عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا حتى لا تضلوا من بعدي. جيد. يقول هنا عمر تدخل وقال إن الرسول لا يهجر. نعم. جيد. لماذا أصلا تدخل عمر؟ هذا السؤال المهم. الجواب من النووي، انظر. يقول: فقد سحر صلى الله عليه وآله حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. سحر؟ سحر بالسحر؟ نعم، رسول الله سحر، المشكلة مو في سحر، فصار يفعل الشيء وأنه يقول لم يفعله، أو لم يفعل الشيء ويقول إني فعلته. هذا فعل من؟ ساحر. فعل المجنون. مجنون، عفوا. القرآن المجنون مولانا ماذا به؟ هو الذي يتخيل الأمور. مجنون يتخيل الأمور، لذلك يقولون عنه أنه مجنون. فالمجنون
إذا صح التعبير يدعي أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، أو فعل الشيء ثم ينكره. طيب جيد. هؤلاء لم يقرؤوا القرآن الكريم وقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون؟ لا هو مجنون على أرض الواقع، مجنون. القرآن لا علاقة لنا به. لا هو على أرض الواقع، هذا كلام واضح. بعد انظروا، قال وقد سحر صلى الله عليه وآله حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. فعل الشيء ولم يكن فعله، ولم يصدر منه. جيد. لاحظوا، ولذلك بعد ذلك يأتي فيقرر هذا الكلام المهم. جيد. ومن هنا يقول إن تدخل عمر بن الخطاب كان في محله من منع الرسول صلى الله عليه وآله من كتابة الكتاب. لماذا؟ يقول وأما كلام عمر الذي قال فيه إن الرسول لا يهجر، لا تقدموا له كتاب ليكتب لكم. انظر، يقول وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره أنه قال للرسول يهجر، لأن الرسول مجنون. ولذلك بالتالي هذا المجنون إذا صح التعبير يؤمن على أن يكتب كتابا أو لا يؤمن؟ مستحيل أن يؤمن. لا أحد يقبل. فتدخل عمر. فالحمد لله أنه عمر كان موجود وتدخل، وإلا لو لم يتدخل عذرا طبعا. ومرة أخرى أحبتي، أنا لا أتكلم عن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، أنا أتكلم عن رسول الوهابية. فرسول الوهابية كان هنا ماذا به؟ مجنون. ولأنه مجنون أيها الأحبة انتهى به المقام أنه يحتمل أن يكتب كتابا لا يعي ماذا يكتب. نعم. فكان لابد لعمر ماذا؟ أن يتدخل. انظر، يقول وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. لماذا؟ لأنه خشي من عمر أن يكتب الرسول مع جنونه أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ. طيب نتوقف هنا سماحة الشيخ، نأخذ أول اتصال هاتفي الأخ مخلص فياض من العراق. السلام عليكم.